أكد نايف أكرد لاعب المنتخب المغربي أن هدف العناصر الوطنية القادم هو التتويج بكأس أفريقيا لمواصلة كتابة التاريخ بعد احتلال أسود الأطلس الرتبة الرابعة من مونديال قطر 2022. وقال نايف أكرد في حوار مع بي إن سبورتس: اللعب كل 3 أيام في مستوى عال بمسابقة ككأس العالم أمر صاحبه الكثير من التعب. وتابع: لكن عندما ترى الملعب بأكمله باللون الأحمر والكل يصرخ ويبكي، عندها سترغب في إعطاء كل ما عندك كمباراة إسبانيا، فبدون الجمهور لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه. وواصل: لن نرمي على أنفسنا الضغط، لكن اليوم نرى أن البنية التحتية بالمغرب موجودة والملك محمد السادس يوفر لنا كل شيء من أجل إعلاء مستوى الكرة المغربية والأفريقية. واختتم: ما أراه قادما هو كأس أفريقيا الذي سنحاول الفوز به وكتابة التاريخ في هذه المسابقة رفقة هذه المجموعة كما فعلنا في كأس العالم. مدرب ستاندارد لييج: من الأفضل أن نجد حلا سريعا لأملاح والاحتفاظ بلاعبين لا يرغبون في البقاء يؤثر سلبا على النادي. تحدث روني ديلا مدرب نادي ستاندارد لييج البلجيكي بخصوص مستقبل الدولي المغربي سليم أملاح، مشيرا إلى أن الاحتفاظ باللاعبين الذين لا يرغبون في البقاء مع النادي يؤثر سلبا على الفريق. وقال روني في تصريحات إعلامية: سوف نرى ماذا سيحدث، هل سيغادر أملاح النادي؟ حاليا لا نعرف ماذا سيحدث، لكن سيكون من الجيد لجميع الأطراف إذا وجدنا حلا سريعا. وتابع: عدم اللعب لمدة 6 أشهر ليس بالأمر الجيد، وبعد ذلك ليس من الجيد الاحتفاظ باللاعبين الذين لم يعودوا يرغبون في البقاء هنا، إن ذلك يكلفنا الكثير من المال. وربطت العديد من المصادر إعلامية مستقبل أملاح بمجموعة من الأندية الأوروبية للظفر بخدماته، أبرزها من قبيل نوتنهام فورست الإنجليزي، فالنسيا الإسباني، وليل الفرنسي. تشيلسي يناقش مستقبل زياش بعد تلقيه لمجموعة من العروض في الميركاتو الشتوي الجاري. استجاب نادي تشيلسي الإنجليزي مبدئيا لرحيل الدولي المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الحالية. وكشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عن تطورات مستقبل حكيم زياش رفقة البلوز، مؤكدا أن النادي اتخذ قرارا مصيريا تجاهه. وأوضح رومانو أن إدارة تشيلسي وافقت مبدئيا على بيع زياش، وأنها ستدرس العروض القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما اهتمت العديد من الأندية الإنجليزية والإيطالية بالتعاقد معه. ونشر الصحفي الإيطالي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: تشيلسي سيناقش العروض المقدمة لزياش كما كان متوقعا، هناك أندية عديدة حريصة على التوقيع معه خلال الميركاتو الشتوي. وتابع نفس المصدر: هناك أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز وأندية أوروبية أخرى تستكشف إمكانية ضم اللاعب. يذكر أن زياش تلقى العديد من العروض خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه في كأس العالم قطر 2022 ومساهمته في الإنجاز التاريخي بعد احتلال أسود الأطلس المركز الرابع عالميا. شبكة ريليفو أمرابط شاهد مباراة برشلونة وختافي من الكامب نو متخفيا، وتواجده في إسبانيا كان لأسباب شخصية. كشفت شبكة ريليفو الإسبانية أن المغربي سفيان أمرابط متوسط ميدان فيورنتينا حضر أمس الأحد مباراة برشلونة وختافي من ملعب الكامب نو لحساب الجولة 18 من دوري الدرجة الإسباني الأولى. وأورد المنبر الإعلامي المذكور أن اللاعب البالغ من العمر 26 سنة استغل تواجده في برشلونة لأسباب شخصية كي يتابع المقابلة من الملعب، مضيفا أن هذه الخطوة لا علاقة لها بأي مفاوضات بينه وبين مسؤولي النادي الكتالوني. وأردف المصدر نفسه أن الدولي المغربي حاول إخفاء هويته بغطاء يحجب بعض ملامح وجهه، لافتاً إلى أن مجموعة من المناصرين استطاعوا التعرف عليه في آخر المطاف. ويرتبط اسم أمرابط بالعديد من الأندية بعد بروزه على نحو لافت في نهائيات كأس العالم قطر 2022 ومساهمته في بلوغ المنتخب المغربي نصف نهائي المونديال.
يشار إلى أن العقد الذي يجمع اللاعب بناديه الإيطالي فيورنتينا يمتد إلى صيف سنة 2024، بينما تصل قيمته التسويقية في بورصة اللاعبين إلى 25 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت. حكيمي يستأنف تداريبه رفقة باريس سان جيرمان بعد عودته من السعودية. عاد الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان يومه الأحد للمشاركة في التدريبات مع فريقه بعد أن مدد مدة تواجده في العاصمة السعودية لحضور حفل توزيع جوائز جوي أواردز. وغاب حكيمي عن تدريبات فريقه الفرنسي يوم أمس السبت عقب حصوله على إذن من إدارة النادي للبقاء في السعودية بعد الفوز على فريق موسم الرياض بنتيجة 5-4. وتوج حكيمي السبت بجائزة أفضل رياضي عربي ضمن تظاهرة جوي أواردز في دورة سنة 2023 المنعقدة بالمملكة العربية السعودية. جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيلاقي بايس دي كاسل أحد أندية دور الدرجة السادسة مساء غد الاثنين ضمن منافسات دور 32 من كأس فرنسا.